ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ بالبطاطس في كيس حراري، بكمان حاجة كده هنعملها في الفيديو إن شاء الله هتعجبكم بإذن الله. ونقول بسم الله توكلنا على الله ونبدأ الفيديو. هنا معايا فرخاية أي حجم انت حباها، بس طبعا كل ما كانت أقل من 2 كيلو هتبقى أفضل. هنا معانا بطاطس متقطعة زي ما احنا شايفين. هنستبعد دلوقتي البطاطس، لكن هنعمل دلوقتي التتبيلة او الحشوة بتاعت الفراخ اللي احنا هنحشيها بيها. هنجيب كده في البداية البولة بتاعتنا اللي هنستخدمها، وناخد هنا معانا بصل، هناخد شوية كده منه، هناخد كمان شوية من الطماطم. احنا طبعا مقطعين طماطم بالشكل دوت. هنبدأ بقى ناخد التوابل. هنا معايا بهارات فراخ، هنرجع تاني هناخد نفس التوابل هنحطها مع البطاطس. هنا شوية من الفلفل الاسود، شوية من الكاري، وهناخد طبعا البابريكا مدخنة، وطبعا الملح. هنقلب كل التوابل مع الطماطم والبصل كده، وهنبدأ بقى ناخد الفرخة ونحشيها بيها بالشكل دوت. هنبدأ بقى نحشي الفراخ بتاعتنا بالشكل دوت. وبعد ما حشيناها كده هنبدأ بقى نقفل بخلة السنان بالشكل دوت. هنبدأ بقى نجيب هي قفلناها كده كويس اهي. تعالوا بقى هنعمل ايه. هناخد معلقة من الصلصة، صلصة معلبة بالشكل دوت، وهناخد معاها الملح، وطبعا شوية من الفلفل الاسود، بس كده. دي التوابل اللي احنا ناخدها، وطبعا شوية من الزيت. هناخد كده الزيت شوية صغيرين مش كتير، وهناخد ليمون، هنبدأ نقلب بقى كل ده مع بعضه كده. هنبدأ بقى ناخد من التتبيلة دي وندهن الفرخة بتاعتنا كده بالشكل دوت. دهنا الفرخة كلها. هنبدأ بقى نجيب شوية من المية، هناخد بقى شوية مية على التتبيلة دي ونقلبها كده كويس. هنجيب
هنجيب بقى سرنجة، بس طبعا تكون سرنجة نظيفة ما استعملتش قبل كده، وهنبدأ ناخد من التتبيلة ديت كده، وكل ما كانت السرنجة كبيرة يبقى افضل. ونبدأ بقى نحقن الفراخ بالشكل دوت، وحقناها كده كلها. واهم حاجة منطقة الصدر، ومكان بقى التتبيلة بتاعتنا هناخد البصل والطماطم ونص معلقة من الثوم المفروم، وباقي الليمونة اللي احنا كنا اخدناها للتتبيلة هنعصرها كده. وطبعا التوابل بقى، كاري، بابريكا مدخنة، وطبعا الفلفل الاسود، وبهارات الفراخ، وطبعا الملح، بس كده. هنقلب كل ده مع بعضه، وهناخد كمان معلقة من الصلصة بالشكل دوت، وهنقلب كل ده بقى مع بعضه. وطبعا ما ننساش البطاطس اللي هي العامل الرئيسي. هنبدأ بقى ناخد البطاطس وننزل بيها بقى كده، ونقلب كل ده مع بعضه. هناخد كمان معلقة صغيرة من السكر عشان حموضة الطماطم، وهنقلب كله كده مع بعضه. تعالوا بقى ناخد الكيس الحراري بتاعنا، طبعا اهو. هنبدأ بقى نفضي البطاطس وكل ده في الكيس زي ما احنا شايفين كده. كده حطينا الفرخة كمان معاها. نبدأ بقى نقسم بالفرخة بتاعتنا، حابة تقص زيادة فيها تقصيها، مش حابة ممكن نحطها كده في جنب كده. وهنجيب بقى سكينة نعمل لها كام فتحة كده عشان ما تفرقعش. نعمل لها فتحة كده من فوق عشان الكيس ما يفرقعش ويخرج الهواء بتاعه، بس كده. هندخلها بقى الفرن لحد ما تستوي، على حسب بقى درجة حرارة الفرن عندك هتاخد السوا بتاعها. طبعا هي ما بتغيبش لانها في كيس الحرارة بتاخد تسوية بتاعتها، بتبقى سريعة جدا. وهنشوفها بقى بعد ما تخرج من الفرن ان شاء الله. ودي شكل الفراخ بعد ما استوت، زي ما احنا شايفين شكلها جميل جدا وريحتها جميلة. البطاطس طبعا مستوية، انا فتحت الكيس شوية كده وحطيت تحت الشواية لحد ما اخد لون.